نجريرة فضيحة برشلونة تحكيم. النهارده تم الحكم في قضية نجريرة اللي الناس كتير بتتكلم عنها بقالها اكتر من سنة، واللي اي جماهير في العالم بتقعد تعاير جماهير برشلونة بيها وتقول لهم نجريرة. انا عمري في حياتي من ساعة لما بدأت محتوى ما قلت كلمة نجريرة دي في الفيديوهات عندي، ولا قلت ان برشلونة متهمة في قضية بقالها اكتر من 3 سنين على التحكيم، لان كل الموضوع ده ما كانش لسه مثبت وما كانتش لسه القضية اتحكم فيه، ومحدش كان لاقي اي دليل على الموضوع. وتلاقي جماهير برشلونة بترد تقول لك انت ما تقدرش تثبت عليا حاجه. طب ايه اللي اتحكم في القضيه دي عشان ابقى فاهم؟ هقول لك كل حاجه، بس الاهم ما تنساش تعمل لنا فولو لو حابب تعرف كل حاجه تخص الدوري الاسباني وريال مدريد وبرشلونه لحد ما النهارده زي ما انت شايف كده. بس عشان اخواتنا مواليد كاتالونيا ما يقعدوش يقولوا لي انت جايب الحاجات دي منين وايه مصادرك وبتاع، يعني زي ما انت شايف كده تقارير موجوده وماليه اسبانيا كلها ان ابن نجريرة نفسه راح اعترف النهارده ان ابوه مرتشي واخد 60,000 يورو من برشلونه. 60,000 يورو ده انت رخيص. المختصر المفيد، لان نجريرة دي قصه طويله ممكن تخش تقرا عنها لو حابب، بس هو المهم يعني في الموضوع ان نجريرة ده هو رئيس اتحاد الحكام المسؤول الاول والاخير ان هو يقول مين يحكم انهي ماتش. فطبعا اترفعت قضيه وكانت اشهر قضيه عن ضد برشلونه لما حصلت فتره طويله جدا برشلونه بيكسب كل حاجه وبرشلونه بياخد اي غلطه تحكيميه حرفيا بتبقى لصالح برشلونه. الراجل ده في منصبه من 2002 لحد 2022 2023، اكتر من 20 سنه. من الاخر كده منصبه هو مش هيطرد حكم يعني من باب للطاق، بس هو يقدر يخلي حكم يحكم في ماتش برشلونه اسبانيول او ريال مدريد اسبانيول، او يحكم في الدرجه الثانيه والثالثه والرابعه اللي هم اساسا بتبقى مكافاتهم مثلا علبتين عصير ووجبه. فمن الاخر كده هتسمع كلامي هخليك تحكم وتتريش والدنيا تبقى جميله معاك. وانه كان بيأمر الحكام ان هم يحكموا حاجات لبرشلونه، وان هم يعدوا غلطات لبرشلونه في الملعب، وان هم يحسبوا حاجات لبرشلونه مش حقيقيه ويتعاطفوا معاهم في الملعب اكتر من اللازم. يعني لو حاجات مستاهله كارت احمر تبقى اصفر، حاجات مستاهله كارت اصفر ما فيهاش حاجه اي انذار شفوي خلاص، والحاجات اللي شبه دي. يعني القضيه كانت معلقه لمده 3 سنوات بتتمط كل شويه ويستأنفوا في الموضوع، وهاتك بقى محاكم. اهم حاجه يا مدريد يا اخويا ما وثقش انت، يعني كده كده مش هتشمت. انا عارف ان انت كده كده مش هتشمت، بس لما تقول نجريرة للواحد برشلوني بعد كده هيبقى الموضوع بقى مش سف وخلاص، هيبقى حقيقه.